السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رمضان كريم عليكم، كل سنة وانتم طيبين. راجع لكم بقى بمشروب رمضاني لا غنى عنه. حاجة احنا بنجيبها من بره بس لا هنعملها بتركات جديدة. معانا بودر السوبيا، معانا التركات اللي هتخلي طعمها في حتة تانية خالص. جوز هند مطحون، لو انت مش بتحبيه زي خشن او يبقى باين في الاكل اطحنيه. ومع علقتين كريم شانتيه، ده اللي هيودي طعمها في حتة تانية خالص. هنا بنحط بودر السوبيا على قد الكمية اللي انت هتعمليها. انا عندي هنا عاملة 3 معالق كبار من بودر السوبيا، الكمية اللي انت حباها. وحطيت هنا جوز الهند المطحون، وحطيت عليهم كوباية لبن. انا عندي الكوباية بتاعتي دي معيار نص لتر. زي ما انت حابة تعملي الكمية كلها مية، حابة تعملي الكمية كلها لبن، حابة تعمليها نص ونص. انا بحبها نص ونص. إيه ما عندكيش لبن، حطي معلقتين او 3 لبن باودر وكملي مية برضو هتدي نفس الطعم. عندي هنا قلبت جوز الهند والسوبيا كويس معايا جدا. عندي هنا هنزل بقى بالكريم شانتيه. الكريم شانتيه هو اللي بيودي طعمها في حتة تانية خالص، بتبقى احسن من اللي في الكافيهات، واحسن من اللي بنجيبها من بره، واحسن من اللي في الشارع. هي البودر جاهز، بس انتي بتركاتك وبالاضافات اللي انتي بتضيفيها عليها بتخليها حلوة، طعمها حلو جدا. القيمة الغذائية فيها بتعززيها، بتدلعي الحاجة اللي في ايدك. عندي هنا نفس المعيار بتاعي، نفس الكوباية استخدمتها ميه. حابه تستخدمي زي ما قلت لك كل الكميه ميه او كل الكميه لبن براحتك، بس انا بحس كل الكميه لبن بتبقى الطعم قوي شويه. نفس الكوبايه بنفس المعيار نص لتر ميه. انا عندي السوبيا بتاعتي فيها سكر، انا جايباها من الباودر اللي فيه سكر. السوبيا بتاعتك اكياس او ما فيهاش سكر، ضيفي السكر بتاعك على حسب الرغبه. تفضلي تقلبي كويس جدا لحد ما الكريم شانتيه يمتزج مع الخليط والسوبيا بتاعتي تدوب كويس جدا. وبنضيف اللبن والميه ساقعين، ده بيساعد ان الكريم شانتيه يديني قوام كثيف او قوام تقيل، وبيخليها حلوه جدا. انما الميه بتاعتي لو عاديه الكريم شانتيه مش هيديني طعم، بس مش هيديني كثافه، لان احنا زي ما احنا عارفين هو بيتفاعل مع المثلجات او مع الحاجه الساقعه. مش عايزه اوصفلك خطرتها وطعمها. جوز الهند مطحون بيديها طعم حلو جدا، ما بيبقاش باين فيها كبير كده وانت بتشربي بيزعجك. زي ما انت شايفه كده القوام كثيف، عامله رغوه حلوه جدا. اتمنى تجربوها، من المشروبات اللي لا غنى عنها على مائده الافطار. هعمل لكم سلسله مشروبات بس ان شاء الله منفرده.